عنوان السداسي التتويج في جولته الثالثة هو الزلزال الذي ضرب أكويلا الإيطالية. أكيد حتسألوا شنو سبب هذا العنوان. أكويلا هي المنطقة اللي شهدت مباراة فريق النصر والأهلي طرابلس، مباراة القمة في الجولة الثالثة. منطقة أكويلا اللي تعني بالإيطالية النسر هي واحدة من أكثر المناطق في إيطاليا تعرضا للزلازل عبر التاريخ. نقول عبر التاريخ لأنها تعرضت لعقود ماضية زلازل مدمرة دمرت هذه المنطقة بأكملها، أو إقليم بروزيو اللي فيها تتواجد فيها مدينة أكويلا التي تعني النسر بالإيطالية. آخر زلزال ضرب هذه المنطقة كان عام 2009، تسبب في مقتل أكثر من 90 شخص وتشريد أكثر من 50 ألف مواطن. لكن هذه المرة هو زلزال من نوع آخر، زلزال رياضي قاده النصر ومدربه الحمادي، اللي ضرب كل التوقعات وفك شفرات كل الفرق بما فيها فريق الأهلي طرابلس المرشح الأول للفوز بلقب الدوري الليبي هذا الموسم. الحمادي مارس هوايته كالعادة ونجح في تحقيق الفوز على الأهلي طرابلس، كما حقق الفوز على البنغازي عن طريق البدلاء، وأيضا عن طريق الدقائق القاتلة في آخر 10 دقائق من المباراة. جميع أهداف النصر الجولة الأولى والثانية والثالثة كانت الأهداف في الشوط الثاني وفي آخر 10 دقائق. مباراة الأهلي طرابلس وزلزال الحمادي بالفعل ضرب الأهلي طرابلس في مقتل. الجزولي نوح اللي دخل في الدقيقة 71 ونجح في التسجيل في الدقيقة 82. الجزولي نوح كان أيضا بديل مؤثر في مباراة الأهلي بنغازي السابقة. أيضا محمد الطبال اللي دخل في الدقيقة 63 ونجح في تمرير كرة الهدف الثاني، تمريرة ذهبية على طبق من ذهب لجوناثان سوا اللي حقق بها الهدف الثاني وأمن الفوز لفريق النصر. وهذا الفوز أعتقد أنه قطع للنصر مسافة أكثر من 90% نحو التتويج بالبطولة الثالثة في تاريخ فريق النصر. نحترموا كل المنافسين، نحترموا الأهلي طرابلس، نحترموا الأهلي بنغازي، نحترموا الهلال والسويحلي، ولكن هذه هي أحكام كرة القدم. إذن زلزال النصر والحمادي يضرب أكويلا الإيطالية. تحياتي.